حاول لو انت جاي المانيا تعمل رخصتك في بلدك قبل ما تيجي، لان انت لو جيت معاك رخصه سواقه هنا المانيا فهتوفر على نفسك الاف اليوروهات، وكمان هتوفر على نفسك وقت كبير جدا، لانك لما تيجي هنا عامل رخصتك في بلدك قبل ما تيجي فده هيعفيك من الساعات الالزاميه اللي انت المفروض تعملها. بتبقى محتاج بس انك تروح تعمل الامتحان العملي والنظري وتنجح فيهم وبتستلم رخصتك. غير كده بيبقى ليك ساعات الزاميه لازم تعملها قبل اصلا ما تبدا الامتحان. يبقى ليك ساعات معينه تسوق على الطريق السريع، ساعات معينه تسوق في الليل، ساعات معينه تسوق في النهار، ساعات معينه تسوقها جوه المدينه، ولازم تخلص عدد الساعات وبعدها بقى تبقى انت مؤهل انك تقدم على الامتحان. انك تيجي برخصتك هتريح دماغك من كل التفاصيل دي. فحاول لو انت جاي المانيا تعمل الرخصه قبل ما تيجي، وما تحاولش تيجي المانيا وتقول انا هرجع في اول اجازه اعمل الرخصه، لان انت لو جيت المانيا من اول وصولك المانيا اتحسب اللي انت خلاص موجود في المانيا، فمش هينفع تعمل نفس الطريقه دي. حتى لو رجعت بلدك وعملت رخصه في بلدك فبرضه هتعمل الساعات الالزاميه الاجباريه، فحاول تعملها قبل ما رجلك تيجي المانيا من البدايه.